يا سيمبا، يلا يا سيمبا، احنا قاعدين مستنيينك تنزل، ما تأخرناش. حاضر يا ماما، انا بدور على العوامة بتاعتي هجيبها واجي. مش انا قلتلك حضر حاجتك من بالليل يا سيمبا؟ معلش يا ماما، اخر مرة اهي لقيتها اهي. يلا اركب معانا العربية وشوف هنعدي على حد من اصحابك ولا لا. ايوه يا ماما، هنعدي على قرود ناخده معانا، وزروفة هتبقى تحصلنا وتيجي هي ومامتها. خلاص يلا بينا نعدي على قرود يا اسطى واحنا ماشيين. يا قرود يا قرود، يلا يا قرود، انت جاهز ولا ايه؟ ايوه يا سيمبا، انا خلاص جاهز وجهزت حاجتي من بالليل. يلا بينا. الله، وصلنا للشط والمية جميلة قوي يا ماما، انا عايز انزل المية. ماشي يا سيمبا، انزل المية بس اوعى تدخل بعيد. حاضر يا ماما، مش هنروح بعيد، يلا بينا يا قرود ننزل المية. يا سلام يا سيمبا، المية جميلة قوي، ما تيجي ندخل جوه شوية كمان. لا يا قرود، ماما قالت لي ما تدخلش جوه، خلينا هنا احسن عشان ما يطلع لناش قرش ولا حاجة. قرش ايه بس يا سيمبا؟ مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة هتطلع لنا، احنا هنبقى قريبين هنا. مم. ماشي يا قرود، تعالى ندخل كده جوه شوية كمان. يا سلام، شفت قلتلك مفيش حاجة، المية جميلة قوي قوي. ايه ده؟ بص كده هناك يا قرود، ايه ده يا قرود؟ ده شكله قرش، ده شكله قرش، يلا نطلع نجري قبل ما ياكلنا. فين ده يا سيمبا؟ يلا يلا بينا نطلع بسرعة، الحقونا الحقونا، القرش هياكلنا، الحقونا. ايه ده؟ الحق يا ابو سيمبا، ده شكل سيمبا وقرود دخلوا جوه ومش عارفين يطلعوا، خد العوامة وهاتهم بسرعة. ماشي انا هروح لهم اهو. يلا يلا يا سيمبا، انت وقرود امسكوا في العوامات دي كويس. الحمد لله، شكرا يا عم ابو سيمبا، الحمد لله انقذتنا من القرش. انا مش قلتلك ما تدخلش جوه يا سيمبا؟ مش بتسمع الكلام، اديك القرش كان هياكلك انت وقرود. انا اسف يا ماما، مش هعمل كده تاني، خلاص انا مش عايز انزل، احنا هنروح نلعب بالكورة. ماشي يا سيمبا، العبوا بالكورة هنا جنبنا. يلا يا قرود نلعب بالكورة. يلا يا سيمبا. اهي زروفة جت اهي، يلا يا زروفة تعالي العبي معانا بالكورة. فاكر يا سيمبا بدلة الغوص اللي احنا كنا جايبينها مع بعض؟ جبتها معاك ولا لأ؟ ايوه يا قرود، انا جبتها معايا، ايه رأيك تيجي نلبسها وننزل؟ ايوه يلا يلا نروح ننزل ببدلة الغوص بتاعتنا ونتفرج على الشعب المرجانية والاسماك الجميلة قوي اللي في البحر. خلاص يلا بينا يا قرود. ماما، احنا هنلبس لبس الغوص انا وقرود وهننزل هنا جنبكم، مش هنروح بعيد. خلاص يا سيمبا، خلي بالكم من نفسكم، ولو حسيتوا بأي خطر ارفعوا ايديكم وشاوروا لنا واحنا هنجيلكم حالا. يا سلام يا سلام يا قرود على الشعب المرجانية الجميلة وعلى البحر الجميل من جوه. ايوه يا سيمبا، ده شكله جميل قوي، دي بدلة الغوص دي طلعت فكرة جميلة. الحق يا سيمبا، الحق القرش جايلنا تاني، الحق يا سيمبا. انتوا جيتوا هنا تاني؟ مش كنتوا لسه ماشيين دلوقتي؟ آم، احنا هنتفرج على الحاجات دي بس يا عم القرش، ومش هنعمل اي حاجة وهنمشي على طول. سيبنا ما تأذيناش، احنا هنتفرج على الاسماك الصغيرة ومش هنأذيها. خلاص ماشي يا سيمبا، 5 دقايق وتمشوا على طول بدل ما كلكوا. حاضر حاضر، خلاص هنمشي على طول. يلا يلا بينا يا قرود، يلا نطلع من هنا. ايوه يلا يا سيمبا، مرة تانية بقى نبقى نيجي ما يكونش القرش ده موجود. ماما انا جعان قوي، عملت لنا سندوتشات معاكي؟ ايوه يا سيمبا يا حبيبي، يلا خد كل السندوتش ده بتاعك، وخد انت كمان يا قرود كل السندوتش ده. شكرا شكرا يا طنط ام سيمبا، شكرا. واتفضل يا ابو سيمبا السندوتش بتاعك اهو. شكرا يا ام سيمبا.
انا لازم اروح بقى يا سيمبا عشان ماما ما تقلقش عليا، قالت لي ما تتأخرش كتير يا قرود. خلاص ماشي، يلا بينا يا قرود. خلاص يا قرود، احنا كمان هنروح ونبقى نيجي مرة تانية ان شاء الله. خلاص يلا بينا يا ماما. يلا مع السلامة يا قرود. مع السلامة يا سيمبا. اهلا يا ساحرة، عاملة ايه؟ اهلا يا شرشبيل، انت ايه اللي جابك عندي؟ عايز ايه؟ انا عايز اخطف السنافر واشويها واكلها. نيام نيام، دي طعمها هيبقى لذيذ قوي. طب وعايز مني ايه يا شرشبيل؟ عايزك تعمليلي خلطة سحرية احطها على السنافر ويخليهم كلهم يجوا عندي. بس ده مش هينفع، لازم انا بنفسي اسحرهم وهدخلهم لك جوه البرطمان ده وحدهم لك يا شرشبيل. طيب خلاص، انا هاجي معاكي وتدخلهم لي جوه البرطمان. لا يا شرشبيل، انت تسيبني النهاردة، انا هروح احطهم لك في البرطمان ده وبكرة تيجي تاخدهم مني. خلاص ماشي يا ساحرة، انا هجيلك بكرة. شكرا شكرا ليكي. ايوه، هم دول السنافر اللي واقفين هناك دول. انا هدخلهم كلهم جوه البرطمان. ايه ده؟ ايه ده؟ بابا صنفور، بابا صنفور. ايه ده؟ صنفورة. وانا كمان، احنا دخلنا هنا ازاي؟ ايه ده؟ احنا ايه اللي جابنا جوه البرطمان ده؟ مش عارفة يا صنفور مفكر، هو ايه اللي دخلنا هنا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بصوا بصوا، الساحرة الشريرة هناك اهي، احنا عندها، اكيد هي اللي جابتنا هنا. اهدوا اهدوا يا سنافر، احنا لازم نفكر بعقل وازاي نخرج نفسنا من البرطمان ده. احنا لازم نطلع من هنا، اكيد جايبيننا هنا عشان يأذونا. انا خايفة قوي يا بابا صنفور. ما تقلقيش يا صنفورة، هنحاول نطلع برا الازازة دي. انا هحاول افك الغطا ده بس بتعويذة من الكتاب بتاعي. الحمد لله. شكرا يا بابا صنفور، بس دلوقتي الباب مقفول، احنا هنطلع من هنا ازاي؟ صنفور مفكر، انت بتعمل ايه عندك؟ تعالى هنا. انا بدور على اي حاجة علشان تطلعنا برا يا بابا صنفور، ما تقلقش. تعالى هنا، المواد اللي عندك دي خطيرة جدا وممكن تأذينا. ما تقلقش ما تقلقش. هوب. آي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المادة اللي انت كبتها علينا دي يا مفكر؟ ايه اللي حصل؟ احنا اختفينا، احنا اختفينا، انتوا فين؟ ايه ده؟ احنا واجينا هنا في الغابة، احنا ما روحناش بيتنا. ايه اللي انت عملته ده يا صنفور مفكر؟ انا اسف يا بابا صنفور، ما كنتش اقصد، انا اتزحلقت والمادة دي اتكبت علينا. طيب احنا دلوقتي مش عارفين هنخرج من الغابة دي ازاي، ولا عارفين بيتنا فين، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا جعان قوي وما اكلتش حاجة من امبارح، وعمال ادور في الغابة على اي اكل اكله، مش لاقي خالص. ايه ده؟ إيه الحاجات الزرقاء الصغيرة اللي شايفها من بعيد دي؟ الحق الحق يا بابا صنفور، بص بص، في وحش هناك اهو. الحق يا بابا صنفور، لازم نستخبى بسرعة. ايه ده؟ دول اختفوا، راحوا فين؟ انا كنت لسه شايفهم هنا. انا جعان قوي، هم راحوا فين؟ ايه ده؟ السنافر، السنافر راحت فين؟ انتوا رحتوا فين؟ انتوا هربتوا من البرطمان بتاعي ازاي؟ اهلا يا ساحرة، ايه عرفتي تمسكيلي السنافر وتجيبها لي؟ انا حطيتهم في البرطمان ده ودخلت دلوقتي ما لقيتهمش، انا مش عارفة هم راحوا فين. ايه؟ ضيعتي السنافر يا ساحرة؟ انا عايزة السنافر بتاعتي دلوقتي حالا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الحاجات الزرقاء الصغيرة دي؟ الكائنات اللي شكلها غريب دي، انا اول مرة اشوفها.
دي شكلها جاية من الفضاء دي ولا جاية منين؟ دي ممكن تكون جاية تدمر الغابة بتاعتنا الجميلة. انا لازم اروح اقول لملك الغابة ان انا شفت الحاجات دي هنا، عشان لازم يتصرف ويقضي عليهم. ايه ده، شفت يا بابا صنفور الغزالة اللي كانت واقفة هناك ومشيت دي؟ ايوه صنفور مفكر. دي شكلها كانت عايزة تاكلنا، شكلها كانت بتفكر تاكلنا يا بابا صنفور. ما تقلقيش يا صنفورة، الغزالة مش هتاكلنا، بس انا مش عارف هي دلوقتي بعد ما شافتنا مشت راحت على فين. ربنا يستر وما يجوش يؤذونا. يا ملك الغابة، يا ملك الغابة. خير يا غزولة، في ايه؟ انا شفت كائنات صغيرة لونها ازرق ماشية في الغابة، ومش عارفة ايه دي، انا اول مرة اشوفها. ممكن تكون جاية تأذي الغابة، لازم تروح تشوفهم وتقضي عليهم فورا. كائنات لونها ازرق وصغيرة وغريبة؟ دي فين دي يا غزولة؟ تعالي معايا وريني المكان بتاعها فورا. ماشي يا ملك الغابة. ايه ده دول كانوا هنا، دول اكيد مشوا وغيروا مكانهم. ده لازم ندور عليهم في الغابة كلها. تمام ما تقلقيش يا غزولة، انا هتصرف. ايه ده ايه الكائنات الزرقاء الصغيرة دي؟ انتوا مين وبتعملوا ايه وايه اللي جابكم هنا؟ ايه ده؟ اسد، احنا جينا هنا بالغلط يا اسد يا صغير. ما تقلقوش انا مش هأذيكم، انا عايز اعرف انتوا مين وايه اللي جابكم هنا. اه احنا السنافر، ومكاننا مش هنا، احنا بنعيش في مكان في الغابة محدش يعرفه غيرنا، اسمها قرية السنافر، واحنا تهنا وجينا هنا بالغلط ومش عارفين نرجع تاني. اه طيب، انا ممكن ادور معاكم واساعدكم تلاقوها. بجد انت ممكن تساعدنا؟ خلاص ماشي، احنا هنوصف لك المكان وانت ساعدنا ان احنا نرجع تاني. ايه ده سيمبا؟ اهلا يا سيمبا، عامل ايه؟ ايه ده سكار، ازيك يا سكار؟ ايه ده استنى، انت رايح فين؟ ومين الحلوين اللي معاك الصغيرين دول؟ ما تجيبهم كده اما كلهم احسن، انا جعان قوي. تاكل مين يا سكار؟ دول اصحابي وانا هروحهم بيتهم، امشي بعيد عن هنا. أم انا مش حاسبهم، انا عايز اكلهم، وسع كده يا سيمبا من طريقي. ايه ده انت بتزقني يا سكار؟ انا هقول لبابا حالا وهوريك. ها مش هتقدر عليا، انت ضعيف ومعاك الكتاكيت الصغيرين دول طعمهم هيبقى لذيذ قوي، يام يام. يلا بينا نجري من هنا، في كهف قريب من هنا انا عارفه، يلا نروح نستخبى فيه حالا. هنعمل ايه يا سيمبا دلوقتي بعد ما جينا هنا في الكهف ده؟ ده اكيد الاسد الشرير المتوحش ده واقف مستنينا برا. ما تقلقيش، انا هتصرف دلوقتي حالا. انا كنت مخبي هنا قناع بيحولني الايرن مان وببقى قوي، انا هجيبه وادور عليه دلوقتي وهلبسه وهيبقى عندي قوة ايرن مان وهطلع اضرب سكار الشرير ده. ايه ده بجد؟ هو في قناع ممكن يديك القوة دي؟ ايوه انت اسمك ايه؟ انا بابا صنفور. وانا اسمي صنفورة، وانا صنفور مفكر. اهلا بيكم، انا اسمي سيمبا، انا ابن ملك الغابة. ايه ابن ملك الغابة؟ يعني انت تقدر تساعدنا وملك الغابة يقدر يرجعنا تاني؟ ما تقلقوش، اهم حاجة دلوقتي ان احنا نطلع ونقضي على سكار اللي واقف مستنينا برا ده. اهو القناع انا لقيته، انا دلوقتي هلبسه ويبقى عندي قوة ايرن مان. خليكوا انتم هنا، اول ما اقضي على سكار الشرير هاجي نادي عليكم واخدكم ونروح عند بابا عشان يدور على بيتكم فين. انت لسه واقف هنا يا سكار؟ انا بقى عندي قوة ايرن مان وهقضي عليك. ايه ده سيمبا انت جبت القوة دي منين؟ انت لسه داخل الكهف قدامي وما كانش عندك القوة دي. انت لسه هتسألني يا سكار؟ مالكش دعوة جبت القوة دي منين، خد دي يا سكار،
خد دي، انا هقضي عليك وهبلغ الشرطي واخليه يجي يقبض عليك يا سكار يا شرير. خلاص خلاص يا سيمبا، انا مش هاجي جنب صحابك الصغيرين وهسيبهم، بس ما تبلغش الشرطي، انا مش عايز ادخل السجن تاني. لا، انت شرير. الو، ايوه يا ظابط يا شرطي، سكار الشرير كان عايز يأذي صحابي، تعالى اقبض عليه حالا. الشرطي الظابط الشرطي في الخدمة، اتفضل يا سكار قدامي على السجن فورا. يا سيمبا يا سيمبا، انت فين؟ انا بدور عليك من الصبح. يا ترى الكائنات الزرقاء اللي زروفة قالت لي عليها دي اذت سيمبا ولا عملت له حاجة ولا ايه؟ يا ترى انت رحت فين يا سيمبا؟ انت فين؟ بصوا بقى يا صحابي، انا قضيت على سكور، يلا بينا هخرجكم برا دلوقتي ونروح عند بابا ملك الغابة ويدور على بيتكم، مش عايزكم تقلقوا خالص. شكرا شكرا ليك يا سيمبا. ايه ده سيمبا؟ انت بتعمل ايه هنا مع الكائنات دي؟ دول اكيد خطفوك، انا مش حاسبهم، انا لازم اقضي عليهم. ازاي يخطفوا ابن ملك الغابة وجايين عايزين ايه من الغابة؟ دول صحابي وجايين من مكان في الغابة محدش يعرفه غيرهم، وانا عايز احاول اساعدهم وارجعهم مكانهم تاني، هما تايهين ومش جايين يأذونا. ايه ده بجد يا سيمبا؟ يعني انا كده ظلمتهم؟ انا بعتذر ليكم وما كنتش اعرف ان انتم مش هتأذونا وجايين تايهين. ما فيش مشكلة يا ملك الغابة، احنا بس عايزينك تساعدنا نلاقي شجرة البلوط الكبيرة اللي احنا ساكنين تحتيها في الغابة. شجرة البلوط الكبيرة؟ ايوه ايوه انا عارفها، ده ما فيش حيوانات في الغابة بيروحوا الحتة دي كتير، ده فعلا مكان مميز. بجد عارفها يا ملك الغابة؟ طيب احنا ساكنين هناك تحت الشجرة دي، البيت بتاعنا. خلاص خلاص ما تقلقوش، وبعتذر لكم تاني عن سوء فهمي، انا كان لازم اسألكم الاول واعرف انتوا مين وبعدين احكم عليكم. خلاص يا بابا، خلاص يا بابا، ما حصل خير حصل خير، هما مسامحينك. خلاص يلا بينا وانا هساعدكم وهوريكم المكان بتاع الشجرة اهو. شايفين الشجرة اللي هناك دي؟ ايوه ايوه دي فعلا شجرة البلوط اللي احنا ساكنين تحتها. شكرا شكرا ليك يا ملك الغابة على مساعدتك لينا، وشكرا ليك يا سيمبا ان انت انقذتنا من الاسد الشرير. اسد شرير؟ انهي اسد شرير ده يا سيمبا؟ ده سكار يا بابا، سكار المتوحش كان عايز ياكلهم، بس انا اخدتهم مستخبينا جوه الكهف وانقذتهم. تمام تمام، وبعدين ايه اللي حصل لسكار؟ الضابط جه وقبض عليه يا بابا. تمام، برافو عليك يا سيمبا. شكرا ليكم، نتمنى نشوفكم تاني، مع السلامة. ما تنسوش يا صحابي تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك عشان تتفرجوا على بقية الحواديت والمغامرات. مع السلامة. اهلا يا صحابي، النهارده عيد ميلاد سيمبا الصغير، وانا جبت السكوتر ده عشان اروح للحيوانات كلها واعزمهم على عيد الميلاد. ايه ده؟ اهلا، ازيك يا ملك الغابة؟ اهلا يا توم، النهارده عيد ميلاد سيمبا الصغير، تعال هنستناك في البيت. يا أردون يا أردون، النهارده عيد ميلاد سيمبا، هنستناك. ماشي يا ملك الغابة، هجيلكم. يا أرنوبة يا أرنوبة، النهارده عيد ميلاد سيمبا الصغير. ماشي يا ملك الغابة، هجيلكم إن شاء الله. يا دب يا دب، النهارده عيد ميلاد سيمبا، اوعى تتأخر. ان شاء الله هاجي يا ملك الغابة. يا غزالة يا غزالة، النهارده عيد ميلاد سيمبا. ماشي يا ملك الغابة، هاجي. يا زروفة يا زروفة، النهارده عيد ميلاد سيمبا. ماشي يا ملك الغابة، كل سنة وهو طيب.
أهلا يا دورة، النهاردة عيد ميلاد سيمبا الصغير. ماشي يا ملك الغابة، هجيلكم. أهلا يا فلفول، أنا عايزة أشتري طقم حلو كده أحضر بيه عيد ميلاد سيمبا الصغير. أهلا يا أردون، عندي البدلة السودا الجميلة دي، وكمان عندي البليزر الشيك الجميل ده. أنا هاخد البدلة السودا الجميلة دي، عجباني أوي. يا سلام يا سلام على الشياكة يا أردون. أهلا يا حمار يا وحشي، النهاردة عيد ميلاد سيمبا ابننا وعايزين نشتري طقم حلو كده نحضر بيه. بص يا ملك الغابة، أنا عندي البدلة البيضة الجميلة دي، وكمان عندي جاكيت البني الجميل ده. حلوة البدلة دي، أنا هاخدها. يا سلام على الشياكة يا ابو سيمبا. وعندي ليكي يا ام سيمبا الفستان الجميل ده. الله، ده حلو قوي، هاتوا كده اما قيسوا. يا سلام على الشياكة والجمال اللي انا فيه، خلاص انا هاخد الفستان ده. اهلا يا وحيد القرن، النهاردة عيد ميلاد سيمبا وعايزة اشتري له هدية حلوة. انا عندي ازازة البرفان الجميلة دي، وكمان الساعة دي، ونضارة سبايدر مان الجميلة دي. خلاص انا هاخد له النضارة والساعة الحلوين دول. اتفضلي هديتك اهي. اهلا يا حمار يا وحشي، النهاردة عيد ميلاد سيمبا وعايزة اشتري له هدية جميلة. اهلا يا زروفة، بصي عندي البرفان ده، كمان عندي طقم سبايدر مان الجميل ده، كمان عندي الحزام ده. تمام، انا هاخد له الحزام وطقم سبايدر مان. اتفضلي يا زروفة. اهلا يا فلافيلو، انا عايزة اشتري تورتة لعيد ميلاد سيمبا. عندي التورتة بالفراولة الجميلة دي، وكمان التورتة بالشوكولاتة اللذيذة دي. ما عندكش تورتة الأبطال الخارقون؟ هعمل لك تورتة الأبطال الخارقون، وابقوا تعالوا خدوها قبل عيد الميلاد. أهلا يا وحيد القرن، أنا عايز أشتري عجلة حلوة كده لسيمبا. أنا عندي العجلة دي، وكمان العجلة الجميلة دي. تمام، أنا هاخد العجلة دي. تمام، اتفضل يا أبو سيمبا. ايه ده؟ ايه الحرامي اللي جاي ده عليا ده؟ هيسرق هدية سيمبا. الشنطة اللي معاكي الهدية الجميلة دي فيها ايه؟ امشي امشي يا حرامي، ملكش دعوة بيا. الحقوني انقذوني، الحرامي سرق هديتي. الأسد الشرطي وصل، ما تقلقيش يا غزالة. يلا يا حرامي عالسجن. شكرا شكرا ليكي يا شرطي. أهلا بيكم يا حيوانات الغابة، شكرا لحضوركم، اتفضلوا اتفضلوا. أهلا يا عم أبو سيمبا. ايه ده؟ أهلا يا صحابي، عاملين ايه؟ أهلا يا سيمبا، كل سنة وانت طيب، اتفضل الهدية اهي. الله، ايه الهدية الجميلة دي يا زروفة، شكرا ليكي. وانا يا سيمبا جبتلك الهدية دي. الله، ايه الهدية الجميلة دي يا غزالة، شكرا ليكي، الله انا حبيتها قوي. بس يا سيمبا جبتلك ايه؟ جبتلك العجلة اللي كان نفسك فيها. الله، شكرا قوي يا بابا، دي جميلة قوي. تورتة الأبطال الخارقين وصلت، كل سنة وانت طيب يا سيمبا يا حبيبي. وانت طيبة يا ماما. الله، تورتة الأبطال الخارقين دي جميلة قوي. Happy birthday to you سيمبا، Happy birthday to you. شكرا ليكم شكرا ليكم، فرحتوني قوي بعيد الميلاد الجميل ده.